السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في مطبخ ميري. كنتمنى تكونوا بأحوال جيدة وبتمام الصحة والعافية وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو هذا. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم غاتو غلاسي او لا طارت غلاسي بنكهة الكراميل، غلاصاج اللي هو لامع واقتصادي. كذلك الطريقة اللي غادي تكون مختلفة على المعتاد كيف ما مولفة نحضروا معكم، وكذلك اللي هو جنواز ساهل، مستحيل ما تنجحش معك الوصفة. وكذلك غادي تنوض تجربي هذا الكاطو هذا بلا عجز وبسرعة، اكيد غادي ينجح معاك. خليكم معايا من بداية لا فيديو حتى الاخير باش تكتشفوا المقادير وكذلك طريقة التحضير. اذا عجبكم لا فيديو ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاحباب ومع الاصدقاء ديالكم وكذلك في مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائده، وكذلك وصلوا معايا لاكبر عدد من اللايكات والاعجابات. التعاليق ديالكم هي اللي كتحفزني وكتخليني نعطي المزيد اكثر واكثر، وكذلك كتزيد بيا القدام. الصفحه ديالي على الانستغرام غادي نخليها لكم في صندوق الوصف مع المقادير، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. نخليكم مع بعض الصور. على بركة الله غادي نبداو هنا بالمقادير، واللي غادي نحتاج فيها 5 ديال البيضات يكونوا من الحجم الكبير وكذلك يكونوا بدرجة حرارة الغرفة، يعني البيض ديالكم نجبدوه من قبل من الثلاجة، وإلا كنتو نسيتو غديروا في واحد البول اللي يكون فيه الماء دافي نصف ساعة على الأقل. عندي هنايا كأس ممتلئ من السكر الخشن زائد كأس إلا ربع من السكر كيف ما كتشاهدوا معايا. نفس العبار غادي يكون ديال الدقيق، يعني كأس ممتلئ من الدقيق الخاص بالحلويات زائد كأس إلا ربع. هنايا عندنا كل بيضة غادي نديروا ليها 50 غرام ديال السكر الخشن و50 غرام من الدقيق. غادي نخلي لكم العبار مضبوط في صندوق الوصف. عندي هنايا 3 ديال المعالق كبار من الزيت، عندي ساشيه من الفاني 7.5 غرام، ساشيه من الكاكاو 7.5 أو 7 غرام ما عقلتش بالضبط، وعندي هنايا 4 غرام من خميرة الحلويات وقبصة ملح. بالنسبة للطريقة غادي ناخد هنايا واحد البول. اول شيء غادي نديروه هي قبيصة ديال الملحة، ومن بعد غادي نضيف البيض ديالي دفعة واحدة، يعني بدون ما نفصل الصفار على البياض كيف ما كتشاهدوا معايا في لا فيديو. صدقوني هاد الجينواز كتجي اسفنجيه وطالعه، اكيد غادي تعتمدوها لانها عمرها ما غادي تحشمكم. كناخذ هنايا الطراب ديالي على سرعه منخفضه، كنطرب داك البيض شي شويه حتى كيطلق ليا الرغوه كيف ما كتشاهدوا معايا، ومن بعد كنبدا نضيف السكر حتى كنضيف نصف الكاس، يعني ما كنضيفش داك الكاس كامل. وبالنسبه للسرعه فراها باقا عندي منخفضه. من بعد ما كيولي ليا القوام ديال البيض بهذا الشكل هذا، يعني كيبدا يتقال شي شويه وكيبدا يطلع، كنزيد في السرعه ديال الطراب وكنكمل داك السكر سنده تدريجيا، يعني شويه بشويه. واحد الملاحظه هنايا غادي تضيفوا السكر الفاني لانني انا كنت نسيته في هذه المرحله هذه، ولكن غنضيفو دابا معليش. هنايا كيف كتشوفوا معايا هذا هو القوام ديال البيض اللي كنكتبوا به رقم 8 كيكتبوا معنا بكل سهوله. كنضيف هنايا 3 المعالق ديال الزيت والفاني، كنطرب هنايا تقريبا واحد 3 ديال الثواني، كنحيد الخلاط الكهربائي وغادي نكمل هنايا بالسباتيل. كنضيف هنايا ربع الكميه الاولى من الدقيق، ملعقه صغيره من خميره الحلويات وكذلك الكاكاو المر. كنغربل الكل وغادي نبدا نخدم بالسباتيل كيف ما كتشاهدوا معايا هنايا. ما غاديش نزرب هنايا المقطع باش تشوفوا انني كنخدم بحركات دائريه ومن الاسفل للاعلى، وغير بشويه باش هكا ما تهرسوش القوام ديال البيض اللي حضرنا في الاول. بالنسبه الى خفتو ما يتخلطش لكم الكاكاو مع الدقيق وخميره الحلويات، يمكن لكم تغربلوا النواشف كلها مع بعضها، يعني الدقيق كامل، وتبقاو تضيفوه بالملعقه كتجيكم اسهل. بطبيعه الحال هنايا الهضره موجهه للمبتدئات. من بعد ما كنكمل الكميه ديال الدقيق ديالي على هذا الشكل هذا هو القوام المحصل عليه. غادي ناخذ هنايا واحد الاطار يكون كيتحل من الجوانب، يكون القياس ديالو 20 سنتيمتر. كندهنو من الجوانب ديالو بالزبده، وكذلك كنفرش ليه ورق الزبده. كنصب الخليط ديالي وكندخلو الفرن اللي مشعول. هنايا راه عندي سخنته من قبل على درجه حراره 150
درجه النار من الاسفل ومن الاعلى حتى كيسخن مزيان. كندخل الكيك ديالي، من كيطلع معايا الكيك كنطفي عليه من الاعلى وكنخليه يطيب ويكمل طياب على خاطره. هذا هو القوام ديال الكيك اللي حصلنا عليه. بالنسبه للناس اللي كيتوفروا فقط على فرن الغاز فكطيبوه الطياب ديال الكيك عادي، يعني الفرن ديالكم كتسخنوه مزيان من قبل وكتدخلوه يطيب على عافيه اللي تكون مهيله. كناخذ هنايا واحد السكين اللي يكون على شكل منشار، كنبدا نطراسي هكا الجوانب كيف ما كتشاهدوا معايا، ومن بعد كندوز السكين من الوسط وبهكا كنكون حصلت على واحد جوج ديال القطع من الجينواز بقياس واحد وكذلك تقطعه وحده. بالنسبه للناس اللي ما غاديش يعرفوا يقطعوه بالسكين بهذا الشكل هذا فكتستعملوا الخيط. لاحظوا معايا الكيك كيفاش كيجي اسفنجي ورائع. غادي نخليوه على جانب وندوزو باش نحضروا الكراميل. بالنسبه للكراميل او لاصوص كراميل فغادي نحتاجو هنايا كاس وربع من السكر الخشن. دائما هنايا فكنشوفوا السكر الخشن اللي كتكون الحبيبات ديالو رقيقه. بالنسبه للناس اللي عندهم الحبيبات غليظه فكدوزوهم واحد الطحنه خفيفه في مولينيكس وعاد كتحضروا به الكراميل ديالكم. هنايا كنبدا نحرك الكراميل ديالي في الاول فقط بالكاسرونه، ومن بعد عاد كنستعمل ملعقه خشبيه وكنكمل الذوبان ديال الكراميل. كناخذ هنا المكسرات اللي هي القرقاع اللي حمرته شويه في المقله وكذلك اللوز كونكاسي اللي عندي محمر. كنضيف لهم هنايا القليل من صوص كراميل باش هكا غادي نحصلوا على واحد الطبقه مقرمشه اللي غادي تكون رائعه. غتشوفوا معايا فيما بعد كيفاش غادي نحضروها. كنضيف لهم هنايا تقريبا واحد 3 ديال المعالق من الكراميل وغادي نكملوا التحضير ديال صوص كراميل من بعد ما نخليو المكسرات على جانب يبردوا. كناخذ هنايا ملعقه كبيره من الزبده كنضيفها على داك الكراميل ديالنا وكنبدا نخلط بالملعقه الخشبيه كيف ما كتشاهدوا معايا. من بعد كنجيب هنايا كاس من الماء البارد كيف ما كتشاهدوا وكنبدا نضيفو على الكراميل ديالنا تدريجيا. في هذه المرحله هذه بعدوا الوجه ديالكم لان الكراميل كيطلق واحد الدخان مجهد، فبعدوا الوجه ديالكم باش ما تحرقوش. كنبدا نضيف هنايا الماء تدريجيا، وفي هذه المرحله راه هو كيقصح معنا الكراميل فما تخافوش منه لانه من بعد كيذوب معنا. كناخذ هنايا ربع كاس من الكريمه السائله كنضيفها، وغادي ناخذ هنايا ربع كاس من الماء درت ليه ملعقه صغيره من النشا وغادي نضيفو حتى هو على الكراميل ديالنا باش هكا كنحصلوا على واحد الصوص اللي تكون عاقده وشاده في راسها. كنضيف هنايا قبيصه من الملح باش كتخرج لنا داك الذوق ديال الكراميل، وكنبقى نحرك هكا بالطراب اليدوي حتى كنحصل على صوص اللي شاده في راسها وكنخليها على جانب حتى كتبرد. غادي نحضروا هنا الطبقه المقرمشه. كناخذ داك المكسرات كنكسرهم هكا باليد ديالي شويه ومن بعد كنستعمل بواحد الكاس وغادي نفتتهم هكا لقطع صغيره. ممكن في هذه المرحله هذه تستعنوا بالدلاك. غادي نخليهم على جانب. كناخذ هنايا 125 غرام من شوكولا غش اللي ذوبتها في حمام مائي وغادي نضيف ليها هنا 3 معالق كبار من الفويتين ونصف الكميه من المكسرات وغادي نبدا نخلطها بسباتيل كيف ما كتشاهدوا معايا. بالنسبه للشكلاط في هذه المرحله هذه 7 ديال الدراهم كانت كافياني باش نحضر هنايا الطبقه المقرمشه. كنضيف هنا الكميه المتبقيه من المكسرات وكنبدا نخلطها بالسباتيل حتى كتلبس لي القطع كلها بالشوكولا، ومن بعد كنديرها على الطبقه الاولى وكنحاول في هذه المرحله هذه نكون سريعه باش نوزعها بشكل متساوي قبل ما تجمد معايا. غادي ندير هنايا واحد الاطار وغادي نضيف الطبقه الثانيه من الجينواز. دائما من تكونوا كتخدموا هكا شي كاطو كلاصي فكديروا واحد البلاطو اولا صينيه باش من تدخلوه للثلاجه تهزوه تدخلوه للثلاجه ما تخسروش الشكل ديالو. على الطبقه الثانيه من الجينواز كنضيف داك صوص كراميل اللي حضرنا كيف ما كتشاهدوا معايا وغادي نحاول هكا نبسطها بواحد الملعقه وندخلها للثلاجه باش تشد ليا فراسها. صدقوني هذا الكاطو اللي حضرت معكم هذه المره هذه كيجي لذيذ ورائع. نكملوا باقي التحضيرات من بعد ما نخرج الكاطو ديالي من الثلاجه. هاد المرحله هذه غادي ندوزو باش نحضروا لاموس بنكهه الكراميل اللي غادي نمونطو بها الكاطو ديالنا.
واللي اول شيء غادي نحتاجو فيها هنا 2 ورقات من الجيلاتين، غادي نديروهم في الماء بارد من الصنبور ونخليوهم على جانب حتى كيطلقوا. كناخذ هنا نصف كاس من الكريمه السائله، غادي نوضعوه هنا في واحد الكاسرون وغادي نديرو فوق النار حتى كيغلى. في هذه المرحله هذه ضفت ليه 6 ديال القطع من الشوكولا، ما عرفتش المقطع علاش ما تصورش، وانما العمليه راها باينه. غادي نضيف ليه 6 ديال القطع من الشوكولا نوعيه كالا، كنحركهم مزيان ومن بعد كنضيف ليه ديك الوريقات ديال الجيلاتين وكنبدا نخلط الكل بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشاهدوا معايا. كناخذ هنايا الكريمه، غادي نضيف ليها هنا 2 علب من فلان كراميل، العلبه الواحده كتوزن 80 غرام. وغادي نضيف ليه كذلك هنايا الصوص كراميل اللي حضرنا اللي بقات معانا، وغادي نطرب الكل بهذا الشكل هذا كيف ما كتشاهدوا معايا. غادي نطلع الكريمه ديالي فقط للنص، يعني ما كنخليهاش حتى كتشد في راسها مزيان. ومن بعد غادي ناخذ داك الخليط ديال الكريمه والشوكولا والجيلاتين، كنضيف ليه هنايا القليل من الكريمه وكنطربو بهذا الشكل هذا كيف ما كتشاهدوا معايا. ومن بعد كنضيفو على الكريمه ديالنا من بعد ما كنخلطوها جيدا كيف ما كتشاهدوا معايا. وغادي نكمل في هذه المرحله بهذه بسباتيل بحركات دائريه من الاسفل للاعلى حتى كنحس على واحد لاموس اللي عاقده وشاده في راسها. حاولوا ما تبالغوش هنايا في التحريك باش لاموس ما تبداش تجمد معكم بزاف، لانه فيها الجيلاتين وهكا تعذبكم من تكونوا كتمونطيو الكاطو ديالكم. غنخليوها على جانب وناخذ واحد الاطار اللي فيه 24 سنتيم، كنغلفوا له الاسفل ديالو بالبلاستيك الغذائي وكنوضعوه في الوسط ديالو داك الكيك او الجنواز اللي حضرنا، وكنبداو نوزعوا الكريمه ديالنا بهذا الشكل هذا. كيف ما كتعرفوا لي طاغط كلاصي فكيجيو دائما وسط من الكريمه. كنبدا نوزع الكريمه ديالي بهذا الشكل هذا، ومره مره كنضرب الصينيه مع سطح العمل باش هكا كنتاكد بانه الكريمه او لاموس دخلت ليا مع الجوانب كلها، باش هكا نضمن انه غادي يشد ليا فيها الكلاصات. كنغلف ليها هنايا الوجه ديالها بالبلاستيك الغذائي وغادي ندخلها ليله كامله المجمد، وفي الغد عاد غادي نوضع ليها الكلاصاج ديالها. غادي ندوزو باش نحضروا الكلاصاج، واللي غادي نحتاجو فيه كاس من السكر الخشن دوبتو حتى هو بنفس الطريقه باش حضرنا صوص كراميل كيف ما كتشاهدوا معايا حتى كنحصلوا على هذا القوام. غادي نضيف ليه هنا ملعقه كبيره من الزبده وغادي نحرك بهذه الملعقه الخشبيه حتى كتذوب ليا وكتنسجم ليا مع الكراميل ديالي. غادي نضيف هنايا قبصه ملح باش تعدل ليا الكراميل، وغادي نضيف هنايا كاس من الماء اللي عندي طايب. غادي نضيفو هنايا على هذا الكراميل هذا، كنبدا نحرك بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشاهدوا معايا. ومن بعد كنضيف نصف كاس من الحليب اللي حتى هو وصل عندي للغليان. غادي نخلط هاد المكونات مع بعضياتهم مزيان حتى كيغلى ليا هاد الماء مع الكراميل والحليب. كنحيدهم على النار وكنضيف ليه 250 غرام من الشوكولا البيضاء اللي قطعتها بهذا الشكل هذا. كنحرك شويه ونخليها حتى كتذوب ليا في ديك السخونيه ديال الكاسرون. وعاد كناخذ هنايا واحد الطراب يدوي وكنبدا نحرك مزيان. خديت هنا 2 ورقات ونص من الجيلاتين، غادي نعصرهم من الماء وغادي نضيفهم على هاد الكلاصاج ديالي. غادي نحرك مزيان حتى كيذوب ليا داك الجيلاتين. ومن بعد من بعد ما خرجت الكاطو ديالي بهذا الشكل هذا من المجمد كتشاهدوا معايا، درتو على واحد الزلافه وعرضت ليه من التحت واحد الصينيه. الكلاصاج ديالي هنايا راه برد وكنبدا نطبقو على الكاطو ديالي بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشاهدوا معايا. ودائما كنركزوا على الجوانب. بالنسبه للكلاصاج اللي كينزل معايا فراه هو كنجمعو وكنعاود نطبقو على الكاطو ديالي حتى كنحصل على الكلاصاج اللي انا باغا. هذا هو الشكل ديال الكاطو ديالي من بعد ما وضعت عليه الكلاصاج. كنحاول هنايا نقربو للشرجم باش هكا تشوفوه كيفاش كيجي لامع بهذا الشكل هذا. غادي نديرو هنايا طبق التقديم من بعد ما ندير له في الجوانب ديالو الفويتين، وغادي نكمل التزيين كيف ما غادي تشاهدوا معايا. التزيين غادي نقترح عليكم انا هنايا الشوكولاته السوداء اللي ذوبتها في حمام مائي ودعتها في واحد كورني ووضعت بها خطوط بالطول ومن بعد بالعرض كيف ما كتشاهدوا معايا. فاش كتخرج لنا شي شوكولاته زائده فكنتسناو عليها حتى كتجمد كنحيدوها وكنعاودو نعاودو الخطوط. كذلك ضفت هنايا خطوط بالشوكولاته البيضاء
ودعتها حتى هي في كورني ودعتها بهذا الشكل هذا. غادي نخليها على جانب. خديت هنايا واحد الوريقات ديال النعناع اللي درت عليهم الشوكولاته السوداء، دخلتهم المجمد، سنيت عليهم حتى جمدوا وخرجت حيد دوك الوريقات. ومن بعد خديت هنايا واحد الملمع ذهبي، درت القليل في الاصبع ديالي كيف ما كتشاهدوا معايا، وكنبدا ندوز على داك الشوكولاته باش هكا تعطيني شكل اللي هو زوين. غادي نزين بهم الطورطه ديالي او الكاطو ديالي، وكذلك غادي نضيف القليل من اللوز كونكاسي وكذلك القليل من دوك العقيقات ديال الشوكولا، ونتلاقاو في طبق التقديم. كان هذا هو الشكل النهائي ديال الكاطو ديالنا من بعد ما كملته بالتزيين. كيجي رائع في الشكل وفي المذاق. بالنسبه لي انا فما غاديش نقسم معكم هنايا، لانه هذا الكاطو ما كانش ليا، كان كوموند لواحد الجيران ديالنا اللي عجبهم بزاف وشكروني عليه. خليت لكم الراحه والى الملتقى ان شاء الله مع فيديو جديد. شكرا على المتابعه، وغادي نخليكم مع بعض الصور عن قرب.